السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وإلا كنتوا من عشاق الشوكولاتة هاد الوصفة اكيد كخصكم تجربوها حيت كتجي زوينه بزاف. بسم الله على بركة الله. كنحتاجو 3 ديال البرتقالات تنقطعوهم ونعصروهم. هنا كنديروهم في هاد الصفاي. خصنا نصفيو العصير مزيان. هنا احتاجيت 150 غرام ديال الشوكولاته اللي غنقطع طريفات بحال هكا. وفي هذا الاثناء راني ديجا درت الماء يغلي في الكاسرول باش ندير فوق منه هاد السلافه باش يذوب لنا الشكلاط. كنستمروا على هذا الشكل. صافي ها هو الشكلاط واجد. من بعد ما درتو فوق الماء غليان الشكلاط ديالنا ها هو داب. ودابا غادي نكب شويه بشويه داك العصير وانا تنحرك. صافي هنا الخليط كيخصو يجي على هذا الشكل هذا. هنا قشور ديال البرتقال ما سيبتهمش، غادي نعمرهم بالخليط ونقادهم مزيان. الا كان عندكم الوقت من الاحسن انكم تحيدوا ديك القشره الداخليه ديال البرتقال. انا هنا ما حيدتهاش، كتبقى يعني اختياريه الا بغيتو تحيدوها ولا بغيتو تخليوها. من الافضل انكم تحيدوها، وضروري ما تقطعوها شويه من تحت باش من تجيو تحطوهم ما يميلش لكم الخليط. صافي كنستمر على هذا الشكل هذا حتى كنساليهم. هنا جبت هاد البواطه هادي اللي غنستفهم فيها بهاد الطريقه هادي باش ما يميلوش ويبقاو مجموعين. ومن بعد ما خرجتهم من الكونجيلاتور بقاو 30 دقيقه خرجتهم على هذا الشكل هذا. كيجيو عاقدين بحال شي كريم رائعين. مذاق يا سلام. بالنسبه لي عزيز عليه المذاق ديال الشوكولاته والبرتقال، غادي يعجبكم بزاف. هنا زينتهم بقشور البرتقال وبالصحه والراحه. ونتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، ومع فيديو جديد ان شاء الله.